الايس كريم انا عملته مرتين على قناتي، وكل مرة بشكل مختلف، كل مرة بطريقة مختلفة. انا عايزاكم نجربوا الطرق الثلاثة، وان شاء الله اي طريقة فيهم تعجبك او المناسبة ليكي اللي انت شايفاها اقرب للحقيقة. بس بجد الثلاث وصفات احلى من بعض، والله الثلاث وصفات احلى من بعض. تعالوا بقى نصلي على الحبيب بإذن الله كده، ونذكر الرحمن في التعليق، ونشوف الوصفة وسهولتها جدا. معانا نص رتل من الحليب أو اللبن، ومعانا 5 معالق سكر، و5 معالق كريمة. وايه تاني هيتكلف حاجات تانية؟ لا خلاص بس كده. رشة فانيليا، ولا اي حاجة تانية هتتحط. هنبتدي نضرب الكلام ده كله مع بعضه. ازاي؟ تعالوا بس اقول لكم ازاي. الطريقة دي يا جماعة انا اخدتها من الشيف محمود، عشان تبقى للامانة من الشيف محمود، وكانت طريقة سهلة وبسيطة جدا، وحاولت ان انا